عارفة ليه فاهميني غلط مع اني صح مش ماشية غلط. صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيوه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا. يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضاع في البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصادروا تلاقي اللي بره. كده برضه. يا حبيبي يا هاشم، يا حبيبي. بقول لك يا ام نصر بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عملت كليب واحد اتعرض مره واتشال. اتشال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا اعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. أنا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز أقابله ضروري. خير يا فندم. في أوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافة محتوياته. ليه يا فندم؟ أكيد في حاجة غلط، أكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق أوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانة هنا امبارح. في إيه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه؟ في مصيبة بره. مصيبة ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شويه. علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء الشديد عبد القوي. اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجي سترينج وحياتك. الجي سترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجي سترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو عارف فيه بتاع فيه حته حمراء كده. ايوه هو ده. هو ده الجي سترينج؟ ايوه هو ده الجي سترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس الجوري بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام. فص على الباشا. اتفضل. احنا شغلنا سليم، شغلنا في البنك سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي.
يا ديابي انا مش شايف اي مبرر للي بيعمله البنك معايا. انا اكبر عميل لبنك الامان. القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوائد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا عندنا الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. ايه يا ام ابراهيم، ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا، اصل النهارده نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني شويه شغل كده. يلا ايوه، شويه شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك صلاة النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان شويه نار حلوين. ايوه بس كويس قوي يا حلمي. كام حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي. لا، مصوراتي بسرعه. يلا حضرتك. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه. دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه، بس الدخان كله اتسحب. يا حلمي، عمر يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. مليانه كيوي تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجهز فورا يا فندم، تجهز فورا بسرعه. عندنا. اولاد مين؟ اولاد حضرتك هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوفره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بتطلق معزه صغيره تحطها في باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للبشوات في البيت.
يلا نبدا وهو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الماس يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ ما ينفعش كده. في ايه؟ هات ايدك. انت عارف ايه؟ ماس يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه على كام جزع على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي عملت اشعه؟ نعم. اشعه اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني انت كبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلك بعد كده، عايزين تبقى كلك ان شاء الله. اهلا. ماشي. لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابوس ايدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. لا هنا زيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الإدارة الجديدة متربسة قوي. هو في إيه؟ هي البقرة لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا إيه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعثرنا شوية، إيه يعني؟ الدول نفسها بتتعثر. محسن بيه، نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره، ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا. بوبو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بوبو؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها؟ الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي متكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي ده. 3 بالله العظيم راجعه. من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي. يا عم خلي العيال تلعب. نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبس. نعم؟ بوبس.
دي نظريه اقتصاديه جديده؟ دي نظريه بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظريه امريكيه؟ لا، دي مصرية 100%. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم، انت احق بيها دلوقتي. مين الأولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. I beg your pardon. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ طلعت يا ثروت، بيتنا اتخرب، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد. على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيصلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك، اتفضل. اقول له بره يقول لي جوه، اقول له جوه يقول لي بره، بره يقول لي بره، من ساعة ما خسر فلوسه في البورصة وهو على الحل. اقول له جوه يقول لي بره، بره يا حبيبي يا هاشم. وانا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعثرين. رحت لفتحي الشواتفي، لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرني امه. طب بس عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. او ده بقى لينا عنده كاش يعدي ال7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه. احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. يا حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. Moi, chérie. Vas-y, Habib Jess. Ne pleure pas. Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça me fait rien. Ça me fait rien, chérie. Merci قوي. اتفضلي. كل يوم بيعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليكي يا موجة، مش معقولة هتفضلي تعيطي عليه بقية عمرك. انتي في عز شبابك وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره، أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم لما تتفعس يحط صباعه في بقه. بيعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقية عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق، مات بدري.
الحمد لله. راجع يا هانم تشربي؟ سيل فو بلي رأفت، كابوتشينو سان سكر. مهجة يا هانم؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوكي ماشي. على فكرة لطفي الماس بقى هلكني، هيموت عليكي، كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه، والراجل من الجنطياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن، سينيه بلجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حاضر. قولوا له ده انا برضه ساعات بحالات، مرة زعل مرة تلاقيني من فين. ما جاتش. راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقول لك ايه، على بال ما تطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اخبار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. انا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية ابو سريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي قوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 لا، اجمدي امال، اجمدي يا مدام، اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص ميرسي. ما تجمديش قوي كده، يعني هو كان غلط كده بس. الله يرحمك يا عطيه. والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كان رجوله طول عمره، كان يحب الضحك والفرفشه. اي والله، بس الشهاده لله كان ذوقه حلو، وكان يحب يمتع نفسه، وكانه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. اي والله. انا اللي كنت جاي اشوفه، الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك ايه يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحة، لان انا محسن. يقول لي ازيك يا محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت، طاطا راح، طاطا جيت، انت فاح اللي انت بنتك تروح. يا حبيبي يا هاشم. قهوة والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي، سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب يا رأفت هات لنا بقى جنب البيرة شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه؟ الحمد لله. احسن ميرسي قوي. لا 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 لا،
انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا لا لا، انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقى مؤمنه ها بس يا حبيبي، بس. يا حبيبي يا هاشم. مشبره يا باشا. انا هنا. ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ يا طير الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عزة غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك، بس ما صحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اوروفار. اوروفار يا روحي. اورفار، مع السلامه، مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال اللي انت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي بونوي. رافض. عينيا يا باشا. قلت لي بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبيا كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى الشاب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاتنين في مود واحد، نعرف نتكلم مع بعض. مش طافحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى يا باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونيه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت. اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وانا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالي اقعدي، اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. انا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، اول واكبر مجموعه اقتصاديه في الشرق الاوسط. شويه زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونه معصفره بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجه يا زفت. الواد ده جدع قوي. اخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، انا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. ازاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلة الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش.
ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يعني اللي حاصل؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وابعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. اقفل الباب يا رافض، مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد ولا ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود والفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. اهو انتوا كده الرجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده. ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضه بني ادم. انا بني ادم برضه. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش. طب اديني فلوسي وانا همشي. طب وديني ما مدياك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفردت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما نفسش حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شويه ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي لطفي اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعال شيل من هنا، تعال شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك سيادتك ولا ايه؟ طب اسمع انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولايه دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا، سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت واقعه من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا، وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص يا رافت. يا باشا، اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت يا اخويا، عنك انت. ايوه عارف. راجل الاعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها، يمسك فيها جامد، ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. يلا يا باشا. بص احنا نرجع كل حاجه مطرحها. لحد يقول لك حاجه ولا كل حاجه ترجع زي ما كان، لحد يقول لك انت مالك عملت.
اتفضل اتفضل. كل حاجه تقدر اتفضل. هنسيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجه عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. انا بقول انام هنا احسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا اوضتك موجوده يا باشا. اه ما يصحش يعني. طيب. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش حد يجي ولا حاجه؟ ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اه. اتفضل. لطفي استنى يا لطفي يا الرب. هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقولة مهجة تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها الاقيها بنت لا أرجوك ما تقولهاش بليز، ما تخليش الشك يدخل جواك. شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي اوضه المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطه القشطه دي ويجي ينام في الاوضه دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. انا نفسي اتجوز مخصوص يا باشا عشان انام في اوضه ومراتي تنام في اوضه تانية خالص. تعرف يا رافت، انا كمان نفسي اتجوز عشان انام في اوضه ومراتك تنام في اوضه تانية خالص. ايه انما انت ليه يا رافت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ قارين فاتحه من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحه ولا بعد الفاتحه؟ جوازها اصلها متعسره شويه. الله، انت كمان متعسر؟ الدوله مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ انت خطيبها من حركه كفايه؟ لما تبقى الشقه التعبانه اوضه وصاله ب 80,000 جنيه تبقى الدوله مش عايزه. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبت بتحبك؟ اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب والدولة هي اللي مش عايزة ها؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدولة اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في داهيه يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني هو سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزة رئيس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيل اللي انا بعملها في المناصره، ده غير منجد. حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت. مقفله في وشي زي الضمنه، والحكومه نازله في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح
ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب حد يمسك الرئيس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني يا ريس. بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكم. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، انا حق عليا اللي سبت الشعب كله وعمال اسمع واحد فاسل زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للريس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للريس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. تعال منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده، انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه، اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، وحبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القاده المتوترين. انتوا مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايوه يا راجل. اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده. اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسطه اصلا متاخره ولازم تفضلي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما دريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. الله، مش أنت قلت لي إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسندها؟ كوباية مية لو سمحت. يا فندم لو سمحت بعد إذن حضرتك عايز أقول حاجة مهمة جدا. المؤسسة الاقتصادية نفسها منهارة، فهل من المنطق إن احنا نجيب مؤسسة إعلامية تسند الاقتصادية؟ هذا سيزيد الانهيار بلة كده. وبعدين يعني كما تعلمنا مع حضرتك أن دراسات الجدوى مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير من الأحيان بلا جدوى. وحضرتك بقصد أو بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصادية، وأنا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات أخرى لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ أنا آسف جدا يا فندم. سيادتك أنا أصلي أول مرة بشوفها بالنهار. سيادتك شوف إيه؟
حسب تعليمات سيادتك. ايوه انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت ولطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشوا؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 مفيش اي خلاف بيني وبين الدوله، بالعكس ده انا علاقتي بالدوله علاقه يعني زي الفل. احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناه هنداوي الفضائيه الى قناه بوبوس الفضائيه. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار ابوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحه اقليميه يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص يعني بالمزز برضه لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمرية واضحة كما يلي فهناك. بحر احمريه ده انت اللي احمريه، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من مدينه الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك احتليته. ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. بره بره بره، امشي من هنا بره. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ اقلع البدلة دي، اقلعها. يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. قلع ده كمان؟ اقلع. ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزانق على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هسيبك. هتقلع الكرافته وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانية. فرصه ايه يا هاني؟ هي الست فاضيالنا اساسا؟ عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالموضوع.
محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هانم. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه؟ واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وانا اخد ايه؟ واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل. وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي، ها؟ مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه لموجه هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. بعدين. خليها بقى. صدر قرار من النيابه بتسليم القصر للبنك بكافه محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هسيبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت، ها؟ عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. تعرف يا باشمهندس، فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي؟ لا دي ايه؟ دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها. كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير. تسافر ازاي لو غرقت زي اللي غيرك؟ ولا مسكوك على الحدود؟ اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك، تبقى صرفت على 6 بس. موضوع السفر ده يا باشمهندس خوتنا بيه في الروحه وفي الجايه. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم. مالها المناقشه؟ لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. لقد حتفها. الواد من دول عنده انه يموت بره ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانيه. مين؟ فلتو ثانيه. فهمته ثانيه. لا فلتو ثانيه. دي بتاعت الراجل الكباره دوت اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجه يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكس فين يا باشا؟ يلا يلا. بسرعه. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحه زباله.
انت شكلك مسرسر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو دقيق. انزل. جاي لك ها؟ جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي. هنقضي السهرة صباحي مع بعض. قلت لي انت مين؟ معاك بطاقة يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 ماشي. باشا باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها ها؟ يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها؟ تحت امرك يا باشا. مع الف سلامه. رأفت، تهاني، عايزه كل حاجه مظبوطه. عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام مهجه. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. عقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 ل7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم. انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتتنطط في وشي، لو ما انكشفتش من هنا مش هيحصل لك طيب. انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي. كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. الله، امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم، حتى احنا برضه ناس بتفهم في الاصول. يا رأفت تهاني يلا طلعوه بره. محسن بيه، ده ايه المفاجاه الحلوه دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ أهلا يا ازيك؟ فندم. لا معقوله ده ربيت عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير واكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره اخرى وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده. بره ثانيه واحده والنبي يا مدام اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رافض مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا. والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. ما تيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه، ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى ايه؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه HM جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1.2 مليار. 1.2 مليار. 1.2 مليار. عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وأنت جاي لي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس أنت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة ايه؟ احنا معانا شريك ثالث في الجروب. مين؟ بوبوس.
يعني ايه مليار و200 ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركه المهببه دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لي انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع، ما هو كل ده عايز نرضي التكه فربنكه التيتا توتا تيتا تاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهيه. ارفع قضيه سب وقذف. شوف بتقول له غرفه 60 ده، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شوية وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل. طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري. ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليلة على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. عبد الحميد الأنفوشي ده هو راجل أعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصة تطلع تنزل تفلس هو ما يتأثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام، يعني في الثانية 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه، يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. أهلا يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصة سعيدة. اهلا وسهلا. في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الأنفوشي، أخت عبد الحميد بيه الصغيرة. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا احنا يا دوبك شركاء في الفيلا بس. معقول انا ابص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالي احنا نقعد هنا، اتفضلي اتفضلي يا هم عقبال ما تتفرجوا على القصر. على فكره انا بحب الانفوشي جدا، لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوشي. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي أوضة إيش حالة ما كنتش هتجوز في أوضة؟ دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكم، وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. وهنناموا على البلاط بقى يا رفت؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب وملة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مله السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المله من 3 اشهر، وكل شويه ادفع رأفة تدفع رأفة. هو في حد فيكم يدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتصدع عن الدنيا خالص. وحيدة زي هانم، يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عينيا انا؟ ده ما حدش قالها في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه، لا إله إلا الله. انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه
ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة مين؟ مهجة مين؟ مالك يا وليه؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبة القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك اتاري حبك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي. اصل كنت بلعب سودوك انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده بيت محترم. بقول لك ايه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت، احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وعطايته خطيبتي. مش كده عطايته؟ عطايته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. أنا مش شايف أي خلاف بينكم، ده أنتوا تقريبا متفقين. متفقين على إيه؟ على الدمج. على إيه؟ أنتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا أكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا إيه يا نبيل بيه؟ HMAA جروب. عملتم دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي. في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي. وطلبتم قرض من بنك الفرار وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده. مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هيتكلم. يلا قول لي بابا، انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين؟ ادي الكارد الانكل يا داد. انت عيني كميل يا امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى، خليني قاعده جنبك. شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباون. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل قهوه يا رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ خليتها اولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي طهقت لما انت مش قد انك تحب وتتجوز. كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص. ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشت بسببك. 9 سنين 9 سنين مرميه جنبك ومستنياك. كل يوم تقول بكره نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفايه بقى، كفايه قوي لحد كده. انت زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا. نشفتوها يا باشا، مصمصتوها. انا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عاشرتك عرفتك على حقيقتك. انت واللي زيك السبب في اللي احنا فيه ده يا باشا. ال100 جنيه اللي انت ماضيلي عليها ايه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها.
ايه اللي وقفهم هنا دول؟ خش ورايا ورايا. يا باشا. تعالى بتهرب من الكمين؟ لا هربان من قضايا يالا؟ فين بطاقتك؟ يا باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله بالسليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع على البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما تديش مد ايده على التوك توك، لا مد ايده عليها سيح أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. واخد بالك يا حاج عبد الحميد؟ طبعا، بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندي عطد. عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت، ها؟ وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك بايديك بيدا. هم يا جمل. فتفتيها له ببقك واديها له عشان سنانه، ها؟ اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ملك كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاعي نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها. بس يا وليه يا شرشوح انت. احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده ايه؟ ده انا انت طقطقت. انا اللي غلطان. يا فرع انت، ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان اللي حطيت. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي رايح فين يا عبد الحميد؟ استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء، انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا يا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا، يلا.
الحقني يا ام حسين بيه، قابضين على رأفت وخدوه على الاسم. ايه اللي حصل فيها تاني؟ ابوس ايدك، ابوس رجلك تساعدني. لو رأفت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجة النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت يطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصل كان في حاجه كده يعني. مبروك مقدما. موجة النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس على الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف الست دي اصلها اقدام، وطبعا انت عايز توفق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. حاسس بفرتكة انا اتسطلت، اصل انا تقلت، شكلي اتكحول وعملت دماغي بتلف، حاسس اني بسف من كتر اللف، طلعت لي دماغ، انا اتسطلت. فرتكة 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 جوه قلبي شايل لكة، فرتكة فرتكة خلت مشاعري مفككة، نفسي قلبك يجي عندي او قلبي يذهب عندك، اول عين مرت عليا وقع على قلبي في رجليا، خلى بحبه والبك جنبه، حبيت حب ابن لذينه متبلين وعايش علينا وبرضه بحبه والبك جنبه. فرتكة فرتكة انا بحبك كلك، فرتكة فرتكة نفسي فيك على بعضك، انا بموت لو غبت عني واموت لو يوم سبتك، اصلا انا مركز معاك وهو مدوخني وراه، ابقى انا مركز معاك وهو مدوخني وراه، ابقى انا مركز معاك وهو مدوخني وراه، ابقى انا مركز معاك على هو مدوخني وراه، هو كله لا لا انت بقى هيقول لي فرتكة فرتكة. بقول لك ايه؟ ما يلا يلا ايه؟ نتجوز. في ظروفنا دي ده انت رايق. ما العيال دول ظروفها صعبه ومنيله بليله وبتجوزوا بره. مسا الحلاوه. سحلاوه سحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ الاقساط حراقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. مساء الجاب. مساء الجواف يا اخويا. مساء محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم التربيع. الحل واقف جوا يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو يا باشا، عندي امساك ليا 3 ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل لا. ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزهزهه، شايفها مخطره، شايفها بتندر. يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق، شايفني مزعطط، مش شاكي عينه، الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل.
لغايه تبقى عريان بلبوس معضم، يجي لك عزريل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت عشان بقى اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى اهو. ده راجل مساء الفل. يعني خلاص خلصت يا باشا، جابوا ضرفه ربنا ينتقم منهم. اللي قدامك ده ريس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافديني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. 7 عيال امهم بقرفهم، اكلهم وشربهم ومدارسهم متعلقين في رقبتي يا باشا. يقوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي يشردني انا وعيالي، عليا الطلاق بالثلاثه اللي اجيبه مطرح مكان، اول ما اشوفه بالازازه دي ضربوا دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافروا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ باشا انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي، مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن، يعني عارف تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي مع عمتي من الزعبله برضه، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا يومك سواد. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافت والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده اهو. نسمع سلام كبير قوي لمحسن بهنداوي. الجو هدي الظاهر، انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها اسمع على خير. انا بقول برضه ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا هنداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. اهلا يا حاج. والحاجة طبعا. اهلا يا حاج. ودي أختي. اهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز أختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت أختي. والواد ده بقى أشرف أخويا الصغير. أخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش تسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. طب يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هتشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ وبعدين عارف لو
يلا يلا يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ احنا مش مخطوبين لبعض. لا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش، خد يا عم شبانه، تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعالى خد. الحباية الزرقاء. ايوه الحباية الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشة بقى، احنا مش فاضيين لك، خلينا نروق. الراجل قرقش كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد باله. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا يا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول، ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد يا حاج، خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز الصاية. عايز ايه؟ صاية. وانت هتطير علينا؟ روح اطير في الحمام، اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسة تاني، ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحدة. خد. لا 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 ده مضر للبول. لا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السوداء المنيله ب 60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاها شويه عقبال ما اتكلم مع رافض كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مرة امسك ايديها. هو انت طول ال9 سنين خطوبه ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا. فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع، انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين. الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها هي، ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري،
يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني 9 سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما اعملش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط، هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بص واحضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على اي حته يعني. ها انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه حركه صايعه. الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري، بصات ايه؟ لازم تلعب ملط يا باشا، بس يعني ده مش حرام يا باشا. حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده، هو انا داري كده. طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجة في الاوضه، وانت هات هاني واقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم، ومعطل الاوضه على الفاضي. ها؟ بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل. لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجة وابعت لي تهاني. هي ليله سودا. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع فيه اجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه، زي ما فهمت. حاضر، يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها؟ ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك. تهاني بصي بصي يا حبيبتي. انت كلي انت كلي قلبوها انتوا الاثنين يعني. هي تعمل لك كده، انت تعمل لها كده. انت خد بالك. انت تيجي تعمل ايه؟ دلوقتي سخنه قوي. كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ قرصت يعني. ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي. انا في ابو قتاته. وبتحضر فرح رأفت على تهاني وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش، الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده 5 دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا، حاضر. خلاص الدولة هتخلص كل حاجة تحت واحنا ايه هنروح بقى. واحد يا جناوي، ساعدتك على ايدي، تعالى. ايه ده؟ انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ يا هزاوي، مش هسيبك يا هزاوي، مش هسيبك يا هزاوي، اقسم بالله ما هسيبك يا هزاوي. بتتعامل بالحكومه، خليها تنفعك. اوعى، مش هسيبك يا هزاوي. خلاص يا ولي، خلاص يا ولية، كفاية كده قوي. احنا كنا فين؟ ده كده رضا قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي.
ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا. أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا. اقعد. أولا أحب أبشرك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز إحنا نرى إنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. إحنا نرى. مين إحنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ أنت عارف إن لطفي ألماظ واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما اتأخر عنها أبدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي إنه كان عايز يتجوز مهجة النشار وإنه تقدم لها وكانت موافقة. لغاية ما ظهرت أنت بقى. أنت عارف إن له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش أي إجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا نظام بيه، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. اتأخرت كده ليه؟ قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ أنا ماشي. وسايبني؟ أنا سايب البلد كلها. ده كله عشان اتجوز لطفي ألماظ، مش كده؟ بص يا موجة، أنت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا أنا كمان. كل واحد يروح لحاله أحسن. حسبتها يا محسن بيه؟ أنا ما حسبتهاش علشاني، أنا حسبتها علشانك أنت. أنا جيت بوصلك كل حاجة. أنا همشي. المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة. الدولة لسه نايمة ما صحيتش. خليني أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. هاجي معاك، بس وأنا مراتك.
محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرفة النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي. دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم. اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هروح فين ما انا عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة، هبلغ أوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. أنا بعمل حاجات ما عملتهاش من أيام ما كنت في الإعدادية. حرام. من أيام ما كنت في الإعدادية ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده. تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه. انا ليه الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافت على مشروع الجدوله، والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. الظاهر انها تسويق شمال. كان لازم الدوله تعمل كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديات بتاثر على الصلاحيات في السكاس مستكيتس. هو هنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجة هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ ده مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف. عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث: الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم.
بوبوس